قررت اكون اقل واحد هيتبرع لمستشفى 57. صراحة صعب عليا جدا ان انا اطلع في فيديو زي ده واطلب من الناس ان هي تعمل خير. ازاي وصلنا للمرحلة دي يا جماعة؟ مستشفى عظيمة زي دي ساعدت اطفال كتير جدا اهليها ما كانش معاهم فلوس عشان يعملوا عمليات او يستأصلوا ورم ويبداوا حياة جديدة بدل ما كانت حياتهم كلها سواد ومستقبلهم ما كانش معروف. مستشفى 57 في اسوأ حالاتها دلوقتي والتبرعات قليلة جدا، ده ممكن يخليها تقفل قريب. ان شاء الله ده مش هيحصل بينا، عشان كده انا عايزك تساهم باي حاجة، ولو معاك حتى 5 جنيه ما تستقلهمش، ابعتهم زي ما انا عملت كده. 5 جنيه على 5 جنيه هتعمل الوفات وملايين ومليارات كمان. عددنا كبير قوي يا جماعة. محدش يفكر ان ال5 جنيه دي ما عملتش حاجة، بل هي ساهمت في شفاء مريض، دي ثوابها كبير عند ربنا بينك وبين نفسك. تقدروا تتبرعوا عن طريق اي حاجه، عن طريق الفيزا، عن طريق فوري، عن طريق انكم تكلموا مندوب يجي يستلم منكم الفلوس، اي محفظه الكترونيه او اي حاجه هتقدر تتبرع بيها لمستشفى 57. عايزك تعمل منشن لكل اصحابك واسرتك عشان تشجعهم ان كل واحد على الاقل يتبرع ب5 جنيه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك وحسناتي ان شاء الله. طبعا الرقم اللي انا اتبرعت بيه ده مجرد بدايه، بس ان شاء الله في اي احتفال اعمله بدل ما هوزع حاجات على الناس هتبرع على 57 لحد ما مستشفى عظيمه زي دي ترجع لتألقها تاني. احنا قدها يا جماعه.